السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. بإذن الله كده النهارده هنعمل مع بعض الشيش طاووق. احنا كده دي الفراخ من عندنا الصراحة، عشان كده انا طلعت الفراخ وقطعتها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. ودي برضو بواقي، برضو انا مش هرميها الصراحة لانها يعني كلها فيها لحم كتير، فبرضو دي انا هتبلها معاهم واعملها في عصيان الشيش طاووق لوحدها. تمام كده. كده ده تقريبا بتاع كيلو الا ربع او كيلو تقريبا. هنا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وكمان هنضيف بصل، هنقطع بصل وهنا هنعمل التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الفراخ. دي حبايه طماطم متقطعه، نص ليمونه، قرن فلفل حامي، 4 5 فصوص توم، واربع بصلات صغيرين. التوابل فلفل اسمر، كزبره وكمون وشطه وبابريكا، مش اكتر من كده. وكمان هنضيف معلقتين زيت. تعالوا نشوف بقى نبدا نعمل ايه. هنا ضفنا المكونات كلها اللي انا قلت عليها. لو انتوا حاسين الشطه دي كتير هنشيل منها حته. وهنا هنعصر نص ليمونه. كمان هنا هنضيف توابل، ما تضيفوش توابل كتير لحد ما تشوفوا الملح نظامه ايه. هنا كمان ضفت معلقتين زيت، وهضيف معلقه خل صغيره خالص، وهنضرب كده. بعد ما احنا عملنا الخلطه كده بتاعتها، هنبدا على فكره زودوا الملح شويه بتاع الخلطه، متنسوش ان الفراخ هتشرب منها بالطريقه دي. نتبلها كويس وهنركنها كمان ساعتين 3، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. كده حبايبي احنا هنا طبعا مقطعين الفلفل حلقات، فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وكمان قطعت البصل برضو بالطريقه دي، ورشيت عليهم حبه توابل. وهنا هزود كمان على الفراخ حبه توابل برضو، على اساس ان يبقى الملح بتاعها مظبوط. وهنبدا بقى نجيب عصايه الشيش طاووق، وهنبدا نعمل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنحط حبه فلفل احمر، بعد كده حته فراخ، بعد كده حته بصله وفلفل اخضر، فلفل اصفر، وفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه اللي قدامكم اللي انتوا شايفينها دي. وهنبدا نرص كده في صينيه، وهنعمل بالطريقة دي لحد ما نخلّص الكمية كلّها. على فكرة يا جماعة طعمه بيبقى جميل جدًا، جدًا، وحاجة بتبقى عاملاها في البيت وضامناها. بُصّوا لو خدتوا بالكم جميل جدًا. بعد كده رشيت حبّة ملح وفلفل أسمر تاني بالطريقة دي، وهنسيبهم كمان بتاع ساعة. والحاجة اللي بتتعمل في البيت يا جماعة ما فيش أحسن منها ولا أنضف منها. تقدري تعملي لولادِك اللي هم عايزينه، وما تحرميهمش من حاجة، وفي نفس الوقت ما تبقيش اشتريتِ من برّه بسعر غالي جدًا. بعد كده سخّنت الفرن، حطيت صينية من تحت فيها مَيّة، وهابدأ إن أنا أشوي البصل بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. وجرّيت الشبكة بتاعة الفرن، وهنبدأ نرُص بس بالعكس، زي ما أنتم شايفين كده، لإنِّك لو رصيتِ بالطول ممكن تسقط منِّك في الفرن. دخّلت الشبكة بالطريقة دي، مشغّلة الفرن شواية وفرن برضه، الاتنين شغّالين عاليين كمان. هنبدأ نقفل عليهم بالطريقة دي، وكل شوية هنسقّي بالحاجات اللي هي زايدة من تحت دي لحد أمّا يستوي. بالطريقة دي يا جماعة يكون استوى، وقشّرنا طبعًا البصل المشوي ده وحطيناه فوقيهم. كمية كبيرة جدًا، جدًا. لو حبيتِ تجيبي الكيلو من برّه تجيبيه بالشيء الفلاني، ولو حبيتِ تجيبي ساندوتش رغيف ما يكفّوش بتاع 20، 25 جنيه، لأ على الأقل خالص. بُصّوا طالع جميل جدًا. على فكرة أنا خلّيته شوية لإني أنا باحبه بالطريقة دي. لو أنتم عايزينه أفتح من كده براحتكم. وكده أكون خلّصت حلقة النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.